السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مهندس محمد إيهاب. النهاردة زي ما وعدتكم هنتكلم عن الفيري سن. ازاي ندخل إضاءة واقعية للمشهد بتاعنا عن طريق الصن فقط. ازاي نتحكم في الشمس، ازاي نكون وقت الشروق وقت الغروب، ازاي نتحكم في الألوان، في تدرج الألوان في السماء. كل ده هنتكلم عنه النهاردة، مش عايز أطول عليكم، يلا بينا نبتدي. طيب هنبتدي بإن إحنا نعمل بلان بسيط كده عشان نظهر الشمس بالأشعة بتاعتها. تكون حاجة يعني مش رياليستيك قوي، إحنا بس مجرد بنتست دلوقتي، بنتعلم مع بعض. فخلينا نحط بلان لزوز كده. حطينا البلان هنا مثلا F4. طبعا انت مش شايف عشان انا مزود السيجمنت جدا. عايزك تعمل كده برضو، زود السيجمنت. هتقول لي ليه؟ هقول لك دلوقتي. هعلمك موديفاير جديد اسمه ديسبليس. بيعمل ايه ديسبليس ده؟ بص كده، نضغط دي من الكيبورد لحد ما نجيب الديسبليس. عايزين نعمل جبل كده هنا، ايه عشان نشوف المنظر، تبقى حاجه جامده كده يعني. ايمج هنا بيت ماب، هنحط المابه. هرفع لكم طبعا المبات دي بكل الشغل اللي احنا بنشتغله على قناتنا على التليجرام. تقدر تاخد اللينك بتاعها من الديسكريبشن او في الكومنت. طيب دي عندنا مبات لجبال مختلفة، تقدر تجربهم كلهم لو حابب. خلينا نحط مثلا حاجة زي تعالى ده كده. طبعا انت لسه مش شايف حاجة عشان ما زودناش القيمة بتاعتنا. خلينا نزود القيمة كده. بص بقى يا باشا، أول ما زودنا القيمة تبدأ الجبال دي تظهر معاك زي الفل، و10/10 زي الفل. طيب ننزل تحت شوية. طبعا احنا كل ما هنزود يعني كل ما قللنا دي بتكون الجبال شارب أكتر، كل ما زودنا بتكون سموث أكتر. فاحنا عايزين نعمل حاجة سموث كده. خلينا نعلي القيمة تاني. فتمام، نعلي القيمة ونجيب ده كده. انا هرفع لكم ان شاء الله الفايل بتاع الجبال ده. هرفع لكم الفايل كامل بحيث ان انتوا يعني ايه تجربوا عليه. طيب انا شايف كده حلو قوي. ماشي، عايزين ناخد بقى لقطة سينماتكس كده، ايه جامدة، نكون بين الجبال مثلا. وريني، خلينا ماشي والله هنا حلو كده. طيب شيفت اف عشان نشوف المنظر بتاعنا. ماشي. آه، ماشي والله حلو. طيب قفلنا كده يا حمادة زي الفل. نطلع فوق شوية بس زي الفل. كنترول سي عشان نجيب الكاميرا بتاعتنا. طبعا هي مفيش فرق بينها وبين الفيري فيزيكال كاميرا. طول ما انت بتتحكم صح، بتحط اللايت صح، بتحط الماتيريال صح، مش هتفرق نوع الكاميرا على قد ما بتفرق اختيارك للماتيريال والاضاءات بشكل بروفيشنال شويه. طيب حطينا الكاميرا بتاعتنا، عايزين نبدا بقى نحط الشمس. ازاي هنحط الشمس؟ عندك طريقتين. اول طريقه الفيري سن، تاني طريقه انك تجيبها من اللايت هنا فيري. اختار الفيري سن، فمش هتفرق. اخترنا الطريقه من هنا. الكاميرا بتاعتي بصه كده، انا عايز الشمس تكون قدام الكاميرا بحيث ان انا اوريكم الشمس عامله ازاي. حطينا الشمس بتاعتنا. بيقول لك عايز الفيري سكاي، هقول له اه عايز الفيري سكاي. بعد كده ابدا اطلع الشمس شويه عشان اشوفها اثناء الرندر. شيفت كيو عشان اشوف. هتبص تلاقي ان الاشعه هنا كبيره جدا. ليه؟ لان انا ما اتحكمتش في الاكسبوجر بتاع الكاميرا. فسلكت كاميرا من هنا، شغل انتراكتيف عشان اشوف انا بعمل ايه. من هنا عندك بالنسبه للفيزيكال كاميرا تقدر تتحكم او الاكسبوجر هنا مثلا ده ممكن نخليه 14. ف يعني كويس، خليه 15 كده. لا 14 حلو. طيب ده نفس الكلام في الكاميرا الفيري فيزيكال، ان انت تقدر تتحكم في الشاتر والايزو والكلام ده. تقدر تتحكم فيه من هنا.
طيب نرجع بقى لموضوعنا. دي الشمس عندنا اهي، طبعا مش واضحه. هكلمك الاول عن السن بارامترز هنا. اول حاجه انك تعمل لها انيبل او ديسيبل، ان انت تظهر الشمس بتاعتك او تخفيها. تاني حاجه عندك الانتنسيتي مالتبلاير، اللي هي شده الشده بتاعه الشمس بتاعتك. بص كل ما صغرتها الشمس اهي بدات توضح، كل ما صغرت كل ما الشمس تكون تاثيرها قليل، كل ما زودت الشمس تكون تاثيرها عالي. يفضل ان احنا نسيبها واحد زي ما هي. ليه؟ لان احنا يعني في ارض الواقع احنا لما بنيجي نصور ما بنغيرش اضاءه الشمس، احنا بنغير اضاءه الكاميرا. فهنا ممكن نزود مثلا الاكسبوجر، ممكن نقلله شويه عشان نشوف الشمس. هايلايت بيرن، تمام، عشان نبدا نشوف الشمس بتاعتنا. حلو قوي. فدلوقتي خلاص عندنا تمام الشمس اهي. قلنا زي ما قلنا تقدر اول حاجه انك تشغلها وتقفلها. تاني حاجه السايز مالتبلاير. ايه السايز مالتبلاير دي؟ حجم الشمس نفسها. بص كده تبدا الشمس معاك تظهر بحجم اكبر تكون عايز توضحها. فالرياليتي بتقول لك ايه؟ ان الشمس مثلا وقت الظهر بتكون، بص انا عايز احط ماترياليه كده صغيره على الجبل ده بحيث اوريكم عامل ازاي. خلينا مثلا نديله فيري ماتيريال، حاجه كانها رمل كده، مثلا كاننا واقفين في صحراء. لون بسيط، مش هنلعب قوي في مثلا. تمام تمام، حلو اللون الاورنج ده، يديله انعكاس كده خفيف. نقلل الجلوسنس بتاعه، خليه مثلا 0.4 عشان اللايت يتوزع. طبعا هنعمل محاضرة تفصيلية عن الماتيريال، فتابعوا. ولو احتجتوا اي سؤال اي حاجة اثناء الشغل اكتبوا لي في الكومنت تحت. تمام، حطينا الماتيريال للرمل، فإلى حد ما بدأت لذيذة. الشمس راحت فين؟ ننزل تحت اهي. بص بقى معايا الحركة دي. الشمس طبعا كل ما تكون وقت الظهر بتكون الشمس صغيره شويه، لو انت عايز الحاجه رياليستيك قوي يعني. لما بتبدا تنزل لتحت بتبدا تكبر معاك. وقت الغروب بتبدا الشمس تكبر معاك. بص بقى الحته اللي عملناها ليه اخدنا فيري سكاي، عشان تقرب للرياليتي. كل ما تكون وقت الظهر تكون الشمس زي ما انت شايف ابيض كده شويه، كل ما بنقرب للغروب بتبدا، بص الشمس نفسها بتبدا تحمر، تبدا تنزل. مش باينه طبعا من الجبل دلوقتي، خليني اشيل الجبل ده. هايت، بص كده الشمس كل ما بتنزل وقت الغروب بتبدأ تديك اللون الأورنج ده، وتبدأ تديك التدرج الألوان ده. فهمت قصدي؟ طيب بعد كده عندك حاجة اسمها فلتر كلر. ايه فلتر كلر ده؟ بص رجع تاني، هايد سيلكشن ان هايد اول، فين ان هايد اول؟ مش شايف. اه بص انت عندك دلوقتي الشمس الاشعه بتاعتها لون ابيض. طب انا عندي مثلا صحراء زي دي، اقدر ان انا اغير، بص اقدر ان انا اغير لون الاشعه. حاجه مثلا بص اورنجاتي كده، احمر، اخضر، اديها الوان. طبعا كل ده في الفيستك، احنا عايزين الاضاءه الطبيعيه بتاعه الشمس اللي هي اللون ده. ماشي. بعد كده عندك بالنسبه للسكاي بقى ده، عندك اول حاجه السكاي موديل. دي احدث حاجه نزلت اللي هي بي ار جي كلير سكاي. ايه الفرق بينها وبين التانيين دول؟ خليني اوضح لك كده. الشمس مثلا تحت اهي، بص تدرج الالوان، التدرج بتاع الالوان ده لو اخترت موديل تاني مش رياليستيك قوي يعني، فاهم؟ بص كده دي يعني الى حد ما كويسه، فدي اجدد حاجه خلينا نستعملها. فتدرج ممتاز يعني بصراحه. طيب بعد كده عندك حاجه اسمها البلند انجل والهورزن اوفست. ايه بقى الاثنين دول؟ شيل ده يا باشا تاني، هايد سيلكشن. شايف اللي هو واقف عليه ده؟ بص لو جيت دلوقتي من هنا زودت البلند هنا هتلاقي تحس ان في زي ضباب كده هنا. ركز معايا، بيبدا يعمل لك يعني يوسع لك الدنيا كده شويه. بعد كده عندك الهيرزن اوفست، ان انت تقدر تطلعها كده وتنزلها زي ما انت عايز، تتحكم في الشكل بتاعك. نعمل انهايد. طيب بعد كده عندك شويه اوبشنز كده للشمس.
الاكسود اول حاجه ان انت زي ما اتفقنا في محاضره الاضاءه تقدر ترجع تشوفها، هي نفس الاوبشنز كلهم في كل الاضاءات، ان انت تقدر تخلي الشمس تعتبر ده مش موجود وتعدي من خلاله. ده قلنا ده بننفذها لو عندك مثلا ستاره، عندك حاجه. فمش عايزين نرغي كتير في الاوبشنز دي عشان ما اطولش عليك وقت المحاضره. انفيزبل تخلي الشمس تختفي، تخليها تظهر، لكن تاثيرها زي ما هو بس. طيب ايه الفرق بينها وبين اون واوف؟ انيبل او كده، ان هنا بتخفي تاثير الشمس، لكن هنا بتخفي الشمس فقط. تمام. بعد كده عندك الافكت ديفيوز اللي هو الحرقان بتاع الشمس، الاشعه بتاعتها. لو زودت تبص كده هتلاقي اشعه الشمس زياده. بعد كده عندك الافكت سبيكولار اللي هو اللمعان بتاع انعكاس اشعه الشمس، تقدر تزود اللمعان بتاعك، تقدر تقلله. بعد كده عندك الاتموسفير زي ما قلنا الضباب، ارجع شوف محاضره الاضاءه، محاضره لذيذه جدا. كده خلاص يعني يعتبر خلصنا الجزء بتاع الشمس، مفيش اي تفاصيل كتير، مفيش اي حاجات كتير. لكن بس خلينا مثلا ننزل الشمس كده، خلينا نشغل اللينز افكت، ندي للشمس كده ايه حاجة توهج بحيث انها تكون رياليستيك شوية. فممكن نقلل بقى السايز. حلو. بس كل ما هتزود كل ما هتديك تأثير اكتر، فلا كده كويس. طلعها فوق شوية بس. فده ملخص يعني محاضرة الصن. أتمنى تكونوا استفدتوا، أتمنى تكون محاضرة قيمة استفدت منها، اتعلمت منها. آخر كلام هنقوله: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.